كنت قاعد مع طالب في كلية طب في سنة رابعة، وبسأله ايه التخصص اللي انت حبه. مجرد ما بدأ يتكلم عن التخصص اللي هو بيحبه، عينيه بدأت تلمع، صوته بقى فيه طاقة وفيه شغف، وقعد يحكي. سألت نفسي كده، سبحان الله، ايه اللي يخلي حد ربنا يحط جواه حب وشغف لمجال معين فيه نفع للناس، إلا إذا كان ربنا عايز ييسره للمجال ده. الطاقة والشغف دي رسالة من جواك بتقولك إن ده المجال اللي انت هتبدع فيه واللي انت هتنجح فيه، طالما نيتك إن انت تنفع الناس. مش نيتك ايجو، مش نيتك انك تعمل فلوس اكتر، مش من نيتك ان انت تحس انك اعلى من الناس بدرجة علمية او بمنصب او بجهة معينة. لا، لو انت بتحب الحاجة دي هتلاقي سبحان الله ربنا بيسرك فيها، ومديك الملكات والمواهب اللي تخليك توصل لأعلى درجة في المجال ده. حبك وشغفك لمجال معين دي مش حاجة تتجاهلها ولا حاجة بسيطة. ان انت تبقى حاسس من جواك ان دي اكتر حاجة بتبقى عايز تصحى من النوم في بداية يومك عشان تعملها، هي دي الحاجة اللي تمشي وراها، وهي دي اللي هتوصلك للقمة بتاعتك انت.